السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في وصفة سهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. هعمل معاكم النهاردة الفتة الخطيرة ديت، ان شاء الله هتعجبكم. هنا حبايبي نزلت بالعيش محمصاه في الفرن لمدة 10 دقايق من غير زيت ولا اي حاجة. ولو مش متوفر عندك الفرن ممكن على البوتاجاز وتقلبيه برضو، حتى لو في الفرن هتقلبيه من وقت للتاني عشان ما يحمرش جنب وجنب لا. ونزلت بالرز وشربته بالشوربة، وبعد كده الصلصة، وبعد كده نزلت باللحمة اللي انا محمراها معاكم. طبق يفتح النفس وان شاء الله يعجبكم. ولو عجبك يا حبايبي الفيديو ما تنسوش تضغطي لايك وشير وتفعلي جرس الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. اللحمه بتاعته دايبه دوب. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. انا هنا معايا حله ونزلت فيها بمعلقتين من السمنه وثلاث فصوص من المستكه، وهبدا اشوح معايا كيلو من اللحمه مقطعه مكعبات. هبدا اشوحه معاكم يا حبايبي. وبعد كده يعني هينزل الميه بتاعته، هياخد تشويحه معايا لمده 10 دقايق. وبعد كده هنزل ببصلتين وجزرايه وورقتين من اللوري وفصين حبهان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى معلقتين من الصلصه، دي صلصه بيتي انا عاملاها. لو مش متوفره عندك ممكن تضربي طماطمتين في الخلاط وتصفيهم. وبعد كده نزلت برتلين من الميه المغليه عليه. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معلقه الملح دي بقى انا حطيتها لما خلاص اللحمه دخلت على السوا، لان لو حطيتها في الاول بتخلي اللحمه تاخد وقت طويل معاكي في السوا. وهنا معايا 6 فصوص من التوم، فرمتهم ونزلت بمعلقه سمنه برضو، وبدات اديهم تشويحه حلوه كده. يعني اول ما بتشمي ريحه التوم تبداي تنزلي بمعلقه صغيره من الكزبره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تديها برضو تشويحه بسيطه عشان ما تمررش، ما تغيبهاش معاكي على النار عشان ما يمررش منك التوم والكزبره. وباخد معلقه منهم على الشوربه. بيفرق معاكي في الفته لان احنا بنشرب الفته من الشوربه دي، بنشرب الرز بتاع الفته والعيش من الشوربه دي. وبعد كده بجيب بقيه كميه التوم وانزل بمعلقتين من الخل، طشة التوم يعني. وبعد كده برضو بنزل بخمس 6 معالق من الصلصة برضو اللي انا عاملاها. لو مش متوفرة عندك هتجيبي 5 طماطمات وتحط عليهم ربع كوباية مية، ولما يشربوا المية اضربيهم في الخلاط وصفيهم كويس، هيبقى معاكي معجون طماطم زي ما انت شايفة كده. نزلت بربع معلقة صغيرة من الملح، وبشرة من جوزة الطيب، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ربع معلقة من ال7 بهارات. نكهي الصلصة بتاعت الفتة بتفرق معاكي في الطعم. وهنا انا معايا نص كيلو من الرز، نزلت عليه برضو بربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الملح ورقتين اللوري. وبعد كده تبداي تديهم تشويحة حلوة بمعلقة السمنة، وتكوني برضو غالية المية بتاعتهم. انا هنا نزلت بشوربة، كان متوفر عندي شوربة غليتها، وكمية الرز قد كمية الشوربة. يعني انت لو هتحطي كوبايتين رز، ده رز المصري بتاعنا. لو كوبايتين رز هتحطي عليهم كوبايتين ميه او كوبايتين شوربه حسب المتوفر عندك. وهنا الرز لما بيوصل للمرحله دي ببدا انها اهدي عليه النار واسيبه يكمل سواه براحته. وهنا يا حبايبي هبدا اشوح معاكم اللحمه، برضو بتديها طعم حلو. معلقه سمنه بلدي كده لو متوفره عندك. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسيش تضغطي لايك وشير وتفعلي جرس الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. وان شاء الله الوصفه دي هتعجبكم وتنفذوها، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.